هاي أصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة معانا فكرة حلوة. استخدمت ال أي ورق كرتون عندك. تقدري تستخدميه تعملي منه الأفكار دي. ستايل الفارم هاوس، الستايل الريفي، ان احنا نعمل بيها شوية زينة لشجرة الكريسماس بالستايل الريفي اللي هي الفارم هاوس. تستخدمي اي بوكس عندك. انا جبت بوكس المكرونة، انتوا ممكن تستخدموا البوكس بتاع بسكوت، سيريال، اي بوكسات. كل البوكسات هتنفع، سواء ورقها خفيف او الورق تخين، حسب، مش هتفرق يعني. المهم ان انتي بتختاري ان احنا بنرسم من الجزء اللي بيبقى لونه سادة دوت، وبنحاول نغطي اللون الجزء التاني لو فيها لون برسومات. عملت رسمة جوانتي جلافزات، وممكن تعملوا رسمة بيت برضو، ما تبقاش 3D، تبقى عادية. هوريها لكم برضو. ابتدي بقى اللون ابيض، او ده قلم زي الاقلام، زي الطباشير كده، او يعني النوع بتاعه شبيه بالطباشير. ورسمت بيه رسومات على الجلافز، وبعدين عملت زي تعليقة من جوه كده بخيط كروشيه. ممكن تستخدمي اي خيط، وبعدين هحاول الزقهم الرسمة من جوه عشان مش تبان، ومن بره تكون الرسمة اللي احنا عايزينها دي، اللي هي بالستايل الريفي، اللي هي تكون اللون البني دوت. ولو احنا عاملين عليها رسومات، ومش شرط تستخدمي اللون الابيض، تستخدموا الوان عادية. فكرة تانية ان انتوا ممكن تلفوا عليها خيط الكروشيه اي لون تحبوه، او الخيط اللي هو زي الخيط اللي بيبقى لونه برضو بني، اللي هو زي خيط الخيش والكلام من ده، عشان بيدي الستايل الريفي اكتر برضو. اي فكرة منهم هتنفع، تقدروا تنفذوها بكل سهولة. وفكرة حلوة تعملوها مع الاولاد في البيت. دي شوية افكار للفارم هاوس ايديا، يا رب تكون عجبتكم. طبعا تعملي له تعليقة، وممكن تعملي له من تحت قطعة زينة كده، زي الجزء الفرو بتاع الجوانتي اللي بيكون موجود فيه. فانا اخترت ايه، احط الريبون اللي بتلمع دي، فيبقى عندك كذا فكرة بكذا شكل. ما تنسوش حبايبي، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا لي كومنت، عشان ده بيساعد كتير ان الفيديو يوصل لناس اكتر. وما تنسوش كمان لو لسه ما اشتركتوش في القناة، اعملوا اشتراك، سبسكرايب بليز. ثانك يو. تاني فكرة ان احنا نعمل قطع الهدايا دي، او الفكرة ديت ان احنا نعمل الهدايا زي هدية كده. وانا حاولت استخدم الورق الموجود سهل يعني. دي زينة ممكن تحطوها تحت الشجرة الصغيرة، ممكن تعلقوها في الشجرة. هوريكم برضو ازاي نعمل لها تعليقة. برضو استخدمت البوكس بتاع المكرونة، حاولت اخد جزء متساوي، وهستخدم مسدس الشمع. تقدروا تستخدموا في اللزق العادي، البلاستر العادي. طبعا هياخد شوية شغل سنة معاكم كده، وطبعا هيبقى أأمن لو بتستخدموا مع أطفال. ابتدوا بقى حطوا عليها أي كفر انتوا حابين تعملوه. فأنا عندي الجزء بتاع فيونكة بالرسمة دي، يعني منها هي مدية زي نوع القماش الخيش وكده، وعليها رسمة الشجرة الهولي والتشيري او الباين اللي معاها. وقطعت منها قطع كده وهلزقها. على فكرة الفيديو دوت، الفكرة ديت انا كنت عاملها لكم فيديو السنة اللي فاتت، بس انا حبيت اوريها لكم تاني عشان تفتكروها لو حابين تعملوا مع غلاء الاسعار اللي احنا فيه هدايا، في حاجات في البيت، حاجات تكون عندكم، مش لازم تتكلفوا وتشتروا حاجات من بره. وكمان في كام فكرة جديدة. لفي بقى حواليها اي نوع خيط، او جزء من اللي بينفع في يونكة زي اللي بيلمع ده.
مش لازم تشتري حاجات من بره، ممكن تستخدمي خيط عادي، خيط الكروشيه برضو لو عندك بكرة كروشيه تقدري تعملي منها كمية كبيرة، وبرضو بتدي الستايل بتاع الفارم هاوس كتير، لان اوريدي يعني من ايام زمان كانت الاشغال اليدوية والاعمال اليدوية منتشرة وموجودة كتير، لان ده كان السائد وده كان الموجود. فكانت الناس زمان بتعمل الأفكار بتاعتها في البيت، الزينة من البيت، بيحاولوا يعملوا كل حاجة. كل ست بيت بقى بتبدع وبتبقى الدنيا مختلفة بقى، وده كان بيبقى حاجة يونيك كده ومميزة. كل واحدة عندها الايديا بتاعتها، أفكارها، طريقة تنفيذها مختلفة عن التانية. كان في حاجات بتبقى متشابهة سن كفكرة عامة مثلا، بس في نفس الوقت بعد كده بيبقى كل واحدة ليها طريقة تزيين مختلفة وفكرة طلعت بيها مختلفة، زي الفكرة بتاعت ان انا عملت الهدايا دي مثلا من البوكس بتاع المكرونة والستايل ده. انا ما شفتش حد عملها، فبس حبيت اعمل الفكرة واوريها لكم. جست افكار سهلة وبسيطة نقدر نعمل بيها زينة ونفرح ونتبسط من غير ما نعمل تكلفة كبيرة في البيت. بس فانتي ممكن تخلي واحدة باللون البني زي ما عملنا الجلوفزات باللون البني، والتانية متزينة بأي خيط زينة عندك. بعدين عملت لهم تعليقة تقدري تعلقيها على الشجرة، انا بوريكوا على الشجرة الصغيرة وانتوا تعلقوا على اي شجرة عندك. لو تاخدوا بالكوا في الجنب في زي شجرة صغيرة دي، انا كنت عملتها برول المناديل، تقدروا تشوفوها في الفيديوهات القديمة بتاعت زمان. فكرة تانية معانا ان احنا برضه هنستخدم ورق الكرتون زي ما بقولكوا، اي نوع ورق بتاعت بسكوت، بتاعت سيريال، بتاعت اي حاجة. آه تقدروا ترسموا سويتر، اللي هو البلوفر، تعملوا بيت. وانا بوريكم الافكار التانية اللي ممكن تعملوها. وزينوا البيت وبعدين تعملوا له برضو، تقصوهم وتعملوا لهم تعليقة. افكار سهلة وبسيطة، وهتلاقوا نفسكم من غير ما تشتروا من بره اي حاجة عملتوا آه ديكورات ديكورات الكريسماس اللي انتوا عايزينها، والشجرة بقى شكلها مختلف. وممكن تعملوا البيوت دي مع رسمة شجرة او اي رسمة من الرسومات اللي احنا عاملينهم دول، وتجيبوا خيط كروشيه او اي خيط تاني وتعملوهم زي حبل طويل كأنه جارلاند يعني بيتعلق، وتعلقوه في الحيط في مكان كبير، يعني مش يبقى على قد واحدة بس في الشجرة او كذا واحدة في الشجرة، لا، علقوهم في خيط كلهم مع بعض. او عارفين تجيبوا ممكن تشتروا الخيط اللي بيلمع ده من المحلات وتعلقوهم فيه، ويدي شكل حلو جدا. ويبقى عندك زينة كبيرة كمان تقدري تعلقيها بطول الحيطان، من حيط لحيط، فوق لوحة، فوق مراية كبيرة، كده يعني. الأفكار كبيرة ومتاحة، تقدري تعملي اللي انتوا عايزينه. هسيب لكم صور في آخر الفيديو لأفكار رسومات تانية تقدروا ترسموها، وبرضو تبقى سهلة عليكم لو هترسموها، وفي نفس الوقت هي بالأبيض وأسود. ممكن اسيب لكم اللينك بتاعها عشان تطبعوها لو حبيتوا تطبعوها وتلونوها. افكار تقدروا توروها لاولادكم يرسموها ويتعلموا منها. وزي ما انتم شايفين الطرق سهلة، انا بحاول اديكم افكار تساعدكم. كمان تقدروا تستخدموها ان انتوا تزينوا بيها الهدايا، بتحطوها مع الهدايا زي ما بوريكم كده. الفكرة دي ان انتوا بعد ما بتعملوهم كده ممكن تحطوها مع الهدية لو احنا عاملين لها الجيب زي ده. واستنوني هتشوفوا الفيديوهات دي. الفيديو الجاي هوريكم افكار للهدايا، التغليف وازاي نعملهم بشكل شيك وحلو، وبرضو من غير ما نتكلف كتير. افكار حلوة وسهلة ولذيذة وهتعجبكم قوي. الفيديو هنزله لكم بسرعة برضو، مش هتأخر لان احنا اتأخرنا في الوقت، فانا هنزل فيديوهات يعني ممكن كل يوم فيديو او 2. ما تنسوش الفيديو اللي فات انا وريتكم
طرق عمل الكروت بتاعة المعايدة. ياريت تتفرجوا على الفيديو، هتساعدكم الافكار دي. كمان ممكن تستخدموها مع تغليف الهدايا برضو، وممكن تستخدموها ان انتوا بترسموا زيها وتعلقوها مع الشجرة برضو. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب وشير. اشوفكم في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. باي باي.